السلام عليكم يا حلوين. الآن بعد هذا الشغل كله اللي شفتوه، لعب كرة القدم والتمارين اللي برا والمشي والأمور هاي كلها، يعني حبيت أتمرن اليوم لأنه عندي عادة يوم الأربعاء تمرين. اليوم الأربعاء ما بدي أجله، أجل التمرين يوم الاثنين. ولكن أنا شو بعمل قبل التمرين؟ بس بدي أورجيكم الشغل اللي بعمله قبل التمرين والمخلوط السحري اللي بستخدمه. طبعا هذا مش إعلان ولا شيء، من ESN أتليتيك أو أتليت ستاكمن. هاي هي كل المعادن تقريبا اللي أنت بتحتاجها إذا بدك تتمرن. يعني مكملات للجسم من فيتامينات فيتامين كالسيوم، مغنيسيوم، وكمان بتنطيك طاقة. كل هاي الأمور مليانة فيتامينات صراحة إذا بدكم تشوفوه بالإنترنت. بخلط 3 معالق من هنا مع 500 مليلتر مية باردة. بحط كمان بستخدم هنا كوب واحد من الكرياتين من بادي لاب. كرياتين يكون مش صيني، خلينا نقول نقي، في أنواع ثانية ولكن بنصح بهاي النوعية. زي ما انتم شايفين بخلط معلقة واحدة مع مية، بتخلطهن بتعملهن شيك قبل التمرين، بتنطيك طاقة، بتنطيك حيوية أكثر. وفي شغلة حلوة بدي أورجيكم إياها، يعني بعملها كمان قبل التمرين بنص ساعة إلى 40 دقيقة، اللي هو مشروب الشمندر. بورجيكم إياه، بس خليني بس أكمل الطبيخ للأولاد. يا نهار أبيض، الله يستر. نخلطه جيدا. لا لحظة، بلاش نحن نحول الموضوع موضوع طبخ. الآن خلينا أعمل المية 500 مليلتر بهذا الشيكر. 3. ما تزيدوا بالكرياتين كثير لأنه الكرياتين مفعوله تراكمي ومش بالكمية. يعني 3 جرام باليوم، لأنه لازم تأخذه كل يوم، بيساعد على حبس المي بالعضلة واستشفاء العضلة بسرعة. ولازم تأخذه كل يوم حتى يعني يكون مفعوله التراكمي يشتغل معك. بعد ما يعني تخلطها مزبوط أكثر من مرة، بتخليها تهدى شوي، دقيقة دقيقتين، عشان الرغوة اللي جوا تهدى شوي. الآن بنيجي لمشروب الشمندر اللي قلت لكم عنه، روتي بيتي زفت. هو أنا بشتريه بيو. خلينا نقول حاول إنه يكون ما فيش فيه شغلات كثيرة زيادة زي سكر إلى آخره. طبعا هذا فيه شوية سكر، ولكن يعني 8 جرام على كل العلبة هاي اللي هي 1 لتر بتيجي. بشتريها من DM. صراحة رهيب جدا. طعمه بدك تتعود عليه كبداية. وبحب أنا طعمه لما يكون لسه فاتحه جديد، مش بالبراد. لما يكون بارد كثير صعب إنك تشربه. مفيد جدا، يعني تقدر تسأل وتشوف بالإنترنت أو تشات GPT أو جيميناي. مفيد جدا للدورة الدموية، يعني بينظف الشرايين، بينطيك مناعة، بيساعد يعني الدورة الدموية تبعتك والقلب إلى آخره. لازم يعني إذا بتكون عندك أنت هناك مهمة، طالع برا مثلا، عندك مشوار، بدك تعمل رياضة، اشرب قبل بنص ساعة كاسي، أو اشرب قبل التمرين، اشرب قبل الشغل، بينطيك طاقة للشغل. عادة اشرب كل يوم الصبح إذا بتطلع الصبح للشغل، واشرب قبل التمرين بنص ساعة ب40 دقيقة هذا المشروب. كاسي منه صراحة بنطيك طاقة. كمان باخذ هاي المكملات كمان اللي بتنقصنا هنا بألمانيا من فيتامينات من الشمس إلى آخره. بارد جدا، تضرب على الدماغ على طول. ما تنسى تحرك الطبخة كمان مرة، ما تنسى تشغل هذه وتفتح الشباك. وهيك بستنى شوي عبين ما تخلص الطبخة، باخذكم معي على الغرفة. تمرين ما بروح على الجيم لأنه ما معي وقت أروح على الجيم. يعني ما معي وقت أنا أروح على الجيم. أنا عادة بروح على الشغل، بعد ما أروح من الشغل بكون الساعة 3:30 4 بالبيت. عندي 3 أيام بالأسبوع تمرين بتمرنهم بالبيت، فما معي وقت أروح على الجيم. وحتى كمان على عطلة الأسبوع عندي أطفال، فلذلك يعني الموضوع يعني خلينا نقول في ضغط شوي بالوقت. معروفة هاي الشغلة بألمانيا. و انا ماخذ الموضوع مش احترافية، لا، انا الواحد بده واحد فقط يعني يحافظ على لياقته. ما بدي اصير بادي بيلدر، ما بدي اصير مصارع ولا شيء. بدي اكون عندي لياقة، عندي شوية جسم، انه اقدر اتحرك، العب مع الاطفال اذا بدهم يلعبوا كرة قدم، اقدر اتحرك. بنحاول احنا بهالعمر خلينا نقول نحافظ على لياقتنا. فبنصحكم بهاي الامور كلياتها. بورجيكم التمارين تبعوني. لازم نحمي كمان قبل التمرين. عبين ما تخلص الطبخة بكون يعني صار مفعول الشمندر شغال شوي، والجسم اخذ شوية طاقة. بندخل شوي شوي مع بعض على التمارين. بجيكم الجيم تبعي يا جماعة الخير. هون الاولاد قاعدين يتفرجوا على التلفزيون. هذا البنك اللي شريته بتمرن عليه. وهذا هي، لا مش الغسيل، هذه يعني مرات بعملها 27 كيلو هاي البار، او 30 كيلو. وهدولا يعني معاك من كيلو ل24. شريتهن حلوين جدا صراحة من أمازون. مبسوط فيهن جدا، سهلات جدا. فقط بتلف انت العجل هنا وبتاخذ الكيلوات اللي بدك اياهن، بدل ما تقعد تحل وتربط. رهيب جدا. وبستخدم تطبيق بورجيكم اياه للتمارين. نشوف تمرين اليوم شو هو.
التطبيق اسمه هياته ماي فيت كوتش. عندك 3 أيام أنا عامله فوق، هين شايفين يوم أول ثاني ثالث. اليوم الأول خلصته، والثاني باقي اليوم الثالث اللي هو عندك بوش بول وكل الجسم جانس كوربا تريننج. بتقدر تحط التمارين اللي بدك إياها. تنطيه أول شيء الأمور اللي عندك أنت بالبيت، شو هي، شو عندك بار، عندك إثقال، عندك بنك، عندك هاي الأمور كلياتها. بيورجيك أي عضلة أنت بتمرن بهاي التمارين، بتقدر تضغط على التمرين طبعا، بيورجيك كيف التمرين، تقدر تحط كم مرة انت بتعمل، كم محاولة او كم تردد، وكم الاثقال اللي عندك موجودة. بتقدر يعملوا انه تخليه اوتوماتيكيا يعمل لك الاثقال عن طريق الذكاء الاصطناعي. بتقول له الاثقال الموجودة عندي مثلا من 1 كيلو الى 24 للذراع الواحد او البار. بقول له مثلا المحاولة الاولى او التمرين الاول انا خلصت فيه مثلا 15 تردد ب 30 بكيلو 30 كيلو مثلا. بقول له اني انا كانت صعبة شوي علي، فهو بينزل شوي الوزن او بيزيد الوزن حسب انت شو بتقول له كانت صعبة او سهلة. تقدر تشوف طبعا الايام اللي انت رفعت فيها مثلا اثقال اكثر او ترددات اكثر الى اخره. طبعا تقدر تشوف انت بس تخلص بورجيك قد ايه انت حركت سعرات حرارية الى اخره. فهاي الامور كلها موجودة داخل هذا التطبيق. رهيب جدا صراحة، كلفني تقريبا $60 او 60 يورو بالسنة. ما تنسى المكرونة على الغاز، يا لذيذ يا رايق. طبعا هنا لازم نشيك على النودلز. يعني اذا انت بتشوف نودل هيك وبتشيلها بتشوف انها ايش، يعني حجمها كبر هيك وصارت طرية رطروطة، معناته استوى الموضوع. هسا الحلو بالموضوع شو بتقدر تعمل، تقدر انت تحط عليهن مي باردة بعد ما تسكب المي السخنة عنهن، حتى تعمل لهن ابشركن، يعني بسموها انك ايش تخوفهم هيك، تعمل لهم شك. لكن انا هاي ما بعملها. بتقدر تحط عليهم شويه نقطه نقطتين زيت زيتون، بس هاي الطريقه ما بعملها. ليه؟ لانه اذا بتحط على النودل بتخلط عليهم شيء ما يعني ما بلتصق فيهم. انا بحب اخلط للاطفال شويه بوتا او زبده، بتنطيها طعم افضل ومفيد للاطفال، يعني شويه زبده هيك. بعدين بحط عليهم رشه من خلطه تنطي طعم كمان افضل للنودل. وبسكب عنهم المية أول شيء، وبنشوف كيف نعمل الخطوات كلياتها مع بعض. طبعا برضو كمان إيش، أنا بقدر أذوق هنا أصلا، بقدر أذوق هنا إذا استووا ولا لا وطريين ولا لا. خلينا نشوف النواحي هذه من تحت. هاو ها هو مناح. بقدر اشيلهم الان، نطفي عنهم النار. طبعا هون عندي كمان كم شغله هنا لازم احطها هنا بالجلايه، يكون عندي وسعه اني اسكب المي السخنه عن النودل. والتوت صراحه اشتريت اليوم توت كثير صراحه، اشتريت 3-4 ربطات توت، ما بعرف اذا شايفينه. لانه رخيص يورو صراحه، وطعمه صراحه ممتاز. يعني انا اشتريت اليوم 4، امبارح اشتريت واحدة للتجربة توت، اشتريتها للتجربة، كان طعمها لذيذ جدا ب 99 سنت. فقلت اليوم اوكي خلينا اطلع اليوم الصبح بدري. جبت 4 منهن. طبعا رامي بيحب ياكل توت كثير، وامير برضو، بس رامي اكثر. وطبعا طيبين صراحة، انا يعني ما توقعت انهم طيبين يكونوا هالدرجة. اوكي الان بدنا نسكب كل المي السخنة عن النودل. ورجيكم كيف بدي اعملها الان باحترافية مطلقة. دون دو ذيس ات هوم. بنشيل هاي عنهن، بنحط عليهن الغطاية قبل ما تسخن. خلي شوي مفتوحة شوي الغطاية، افتح المي الباردة هنا واحملهن كذا، وانطلق إلى عالم المغامرة، واسكب عنهن المي كذا شوي شوي، لأنه في هناك صدمة راح تصير للمغسلة هنا. سامعين الصوت؟ في طبعا أكثر من طريقة حلوة تقدر تعمل هاي العملية، ولكن أنا بعملها بهاي الطريقة. هو تمرين شاد يا معلم. الآن الزبدة يا معلم، طبعا أنا بجيبها مش عليها ملح للأطفال. اونجزالتسن معناته مش مملحة. اونجزالتسن، جزالتسن مملحة، يعني اونجزالتسن يعني مش مملحة. بحط عليها معلقة معلقتين حسب انت حجم او كمية النودل اللي انت ايش طبختهم. وبعدين هلا بحط لكم الخلطة السرية اللي بتقدروا تحطوها كمان لأطفالكم وبيحبوها، راح يموتوا عليها. طيبة جدا وبتريحكم، ما بلزمك تحط شيء تاني. النودل تبعونك إذا بتطبخن اللي هي هذه يا جماعة الخير هي خلطة سحرية قوي الطعم. فيها خلينا نقول نوع من أنواع الزيوت،
زفيبلن اللي هو البصل، فيها كاروتن اللي هو الجزر، فيها كنوبلاوخ اللي هو ثوم، بترزيلية اللي هو البقدونس، فيها ملح، وفي شغلات كثيرة، بندورة. كل هاي الأمور كلها موجودة، خلطة سحرية بتحط عليها معلقة كبيرة مثلا عشانها طنجرة كبيرة. طول يعني أنا طبخت كل النودلز اللي هي 500 جرام، نص كيلو، مرات بحط أكثر صراحة، بحسهم قليلين. وبنخلط، بعتقد هيك كفاية. الزبدة ساحت، الأمور طيبة، ورائحته صراحة لذيذة جدا. طبعا بتقدر تذوق، هاي عليها لايك. إذا في شيء ناقص تقدر تحط عليه كمان معلقة أو نص معلقة من هاي الخلطة السحرية اللي قلت لكم عنها. هيك الأكلة جاهزة، بقدر أروح أبلش أحمي شوي بالتمارين وأبلش تماريني. بكون أنا خلصت اليوم، الساعة صارت بعد الأربعة. هاي بنغطيها، هذه بنطفيها بلاش إزعاج، هاي بنشيلها معنا. وأجرامي نعم. لابس القفازات تبعوني التمرين. طبعا الأطفال خلوني أشرد من غرفة المعيشة، قاعدين بتفرجوا على التلفزيون. بعمل التحماية هنا وبروح بتمرن هناك عندهم. يعني بورجيكم لقطات على السريع، ما بدي أطول عليكم، البرنامج كله تبع التمرين يعني ساعة ونص تقريبا. بورجيكم شوية لقطات. وهيك خلص التمرين الآن. يلا بروح بعمل الشيك تبعي اللي ما بعد التمرين، اللي هو هذا. هيك بيكون شكله، ايزو كلير واي بروتين بطعم التفاح الأخضر. صراحة طيب جدا، بنصحكم فيه ومنعش جدا. بعد التمرين حطوا مع مي مسكعة أو اعمل الشيك وحطه بالبراد، بيطلع توب. طبعا برضو ب 500 ملليلتر مي. ورجيكم معلقة كبيرة من موجود جواه، معلقة كبيرة زي هذه مرة واحدة. بنوصل لنهاية الفيديو يا جماعة الخير. ما تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل جديد. بارك الله فيكم، مشكورين على الدعم، يعطيكم ألف عافية. السلام عليكم.